انا ايه اللي خلاني اكون امراه عامله؟ انا مكسله ارجع الشغل قوي. انا ايه اللي خلاني بس ارجع من الاجازه؟ يلا ما انا كده كده لازم اروح. وعلشان ما تبقيش كسوله زي ميار وترجعي الشغل بكل نشاط وحيويه، في شويه حاجات لازم تعمليها. يا ريت قبل ما تاخدي اي اجازه طويله تخلصي كل اللي وراكي وما تسيبيش اي حاجه. انا عارفه ان بيبقى جواكي افكار انك عايزه تروقي على نفسك، ولما ارجع هبقى اخلص كل اللي عندي، بس في الغالب ده مش هيحصل، وهترجعي تلاقي الشغل متراكم عليكي وهتسمعي كلمتين مش حلوين من مدير. لو مسافره ارجعي قبل ما الاجازه تخلص بيوم. علماء النفس بيقولوا ان تاهيل النفس للرجوع للشغل مهم جدا، وده بيحصل بانك تستعدي من جواكي انك راجعه لحياتك الطبيعيه تاني. وحتى لو مش مسافره لازم تبقي مجهزه نفسك كويس، يعني تحضري لبسك، شنطتك، والورق اللي هتاخديه معاكي. اتفقي مع صحابك وانتوا راجعين من الشغل انكم تعملوا اي نشاط سوا، تفطروا مع بعض او تتغدوا مع بعض، او حتى هتقعدوا قاعده تحكوا ايه اللي حصل في الاجازه. يعني ترجعي الشغل وانت كلك نشاط ومبسوطه. هاتوا لنفسكم حاجه حلوه وانتوا في الطريق تفطروا بيه، او اي حاجه حلوه كمكافاه ان انتوا راجعين للشغل. ممكن كمان تجيبوا لبس جديد تروحوا بيه اول يوم، هنبقى فرحانين على فكره، وهيأثر على نفسيتنا واحنا رايحين بيه الشغل. وتذكري يا عزيزتي ان الشغل امر لا مفر منه، هتروحي يعني هتروحي. اكتبي لي بقى في التعليقات مين مكسله لسه تنزل الشغل.